علاقه الدرايفر بالناس قايمه على الاحترام ولا على السيطره؟ لا يا باشا، تحترم تحترمنيش دي بتاعتك انت قدامي تقف تمام، من ورايا اعمل اللي انت عايزه. علاقتي بيك مش احترام متبادل، علاقتي بيك سيطره واضحه. عندك كمان بيبقى سلو ديسيجن ميكر وريلاكت. يعني ايه؟ يعني دايما عنده خوف من اتخاذ اي قرار جديد، فيقعد بقى سيبها على الله، ربنا يسهل، حسب الظروف نرجع فيها نفكر، يقعد يماطل معاك بالشهور كده. كمان بيخاف من الكونفليكت والريسك، ما بيحبش ياخد ريسك، مش اول واحد يجرب الحاجه، مش اول واحد يدخل فيها، ولو بينه وبين واحد خلاف ممكن ما يدخلش يحله اصلا، يخاف يتفاوض اساسا عليه. دي بقى حاجه خطيره قوي في شخصيته يا جماعه، دي حاجه خطيره جدا، اقف عندها شويه. بيقول لك ان هو بيحاول يقول لك الراي مش اللي جواه، بيقول الراي اللي يرضيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك عرضت منتج دلوقتي على واحد ودود، والمنتج مش عاجبه، صدق او لا تصدق، الودود ده هيقول لك ان هو حلو علشان انت ما تزعلش، بس هو مش هيشتريه. تقول له هو المنتج فيه حاجه مش عاجباك ليه يا عم؟ لا ده زي الفل، ده جميل خالص. طب في اوردر بقى قدامه الناحيه الثانيه؟ مفيش، تلاكيك بقى واكسكيوز واي كلام. طب ما كان يبقى اسهل كده ويقول لك الحته دي مش عاجباني وخلاص. ما ربنا ما خلقوش كده، اوعى تنسى، ما ربنا ما خلقوش زي الثاني اللي هو الدرايفر. هو ممكن يجي في وشك ويقول لك ايه؟ بصراحه انت ليك كل الاحترام والتقدير، لكن منتجك ده انا مش هتعامل فيه، ده وحش، مش هيعمل كده. ليه؟ الودود بطبيعه شخصيته ما يحبش يزعل حد، ما يحبش يصطدم بحد، حتى لو واحد يعني واحد رسام صاحبك وراسم صوره معفنه جدا، الدرايفر هيقول له ابوس ايدك ما ترسمش تاني، مش بتاعتك دي. الودود هيعمل ايه؟ هيقول له الرسمه دي وحشه؟ لا على فكره يجي، لا بجد ده يجي منك، لا ممكن ده يبقى هوايه حلوه قوي، اي كلام وخلاص، المهم يرضيه وخلاص، ارضيه ما تصطدمش معاه. والله هما كده دايما بيقول مش الراي اللي جواه، دايما بيقول الراي اللي قدامه عايز يسمعه. دي بتضرنا في البيع جدا. ليه؟ هتاخدها بعد كده في انواع الاعتراض، انه عنده حاجه فبيقول حاجه تانية متوهاني وسايب الحاجه الاساسيه، فانا بقى اسيب شغلي واقعد اطلع منه الاعتراض عشان اعرف اشتغل. عندك كمان سهل جدا في التعامل معاه، انسان متواضع، انسان سهل في الكوميونيكيشن، انسان مش بتاع تعقيدات. يعني ده مش الشخص يا جماعه اللي لو انت عندك ميعاد معاه مثلا في شركته ورحت له متاخر 5 دقائق، مش الشخص اللي هيقول لك ايه احنا كان ميعادنا 6 وانت جاي 6 و5، مش ده اللي عادي بتحصل لنا كلنا، فسهل كده في التعامل. يعني عندك كمان مش بيهتم قوي بالمبدا بتاع الفورماليتي اللي هو الرسميات والبدل والكرافات والخنقه، لا عادي جدا، فك يا عم ايه المشكله؟ فهمنا الشخصيه دي؟ الخصها انا في كلمتين: انسان عاطفي ويجيد الحكاوي والضحك والهزار مع الناس ويتبادل معاهم الافكار. ساعه ما تطلب منه الطلب انسى، ما دام عفاف بقى، اصل البادجت مش مكفي، طب سيبها لله، طب حسب الظروف، طب نفكر فيها، معلش يا استاذ هدى اصل انا داخل ميتنج دلوقتي، ولا في ميتنج ولا اي كلام وخلاص، مفيش قرارات. والمندوب للاسف بيفرح انه كسب عميل سهل، مش قادر يفهم ان هو سهل على مستوى ايه. يعني واحد من لازم مصاحب لك العملاء، جاب رقم ما جابش، جاب بيع هو انا الكي بي اي بتاعتي علاقات، انتوا عارفين كي بي اي ولا لا؟ هنتكلم فيها بعد كده، الكي بيرفورمانس انديكيتور. انا الكي بي ايز بتاعتي يا باشا مش علاقات، انا الكي بي ايز بتاعتي ارقام ومسطره، لو ما ترجمتش العلاقه بينك وبينه لاوردر لفلوس لرقم ملهاش لازمه بالنسبه لي.